السي المقاول، وصل نهار 21، نهار الحقيقة. انت طلبتي من الناس تشوف ملامحك باش تعرف الصدق. حنا ما غنشوفوش غير في الملامح، حنا غنحطو كلامك قدامك وغنطرحو عليك أسئلة من داكشي اللي انت براسك كتقول على راسك. هادي ماشي أسئلة اتهامية، هادي أسئلة استفسارية مبنية على تناقضات واضحة. يلا نستعدو المسرحية، أقصد لللايف. السي عزيز، قبل ما نسولك، قريت أنك كتعلم الناس أسرار الخوارزميات لزيادة انتشار المحتوى و الصيغة السرية لتحقيق المبيعات. هادشي واعر تبارك الله، وكيبين أنك خبير في هذا المجال ديال الخوارزميات والربح من المحتوى. وهادشي كيوصلنا لواحد سؤال بسيط ومباشر. انت كخبير في أسرار الخوارزميات، كيفاش قدرتي تقنعنا في البودكاست ديالك أنك ما عارف والو على مجال أدسنس؟ واش ادسنس ماشي هو الجد الاكبر ديال كل خوارزميات الربح من المحتوى؟ واش بصح واحد كيفهم في الاحفاد ديال الخوارزميات وما عارفش الجد ديالهم؟ وإلا كنتي بصح سيد الرجال في هاد العلم ديال الخوارزميات، علاش ما عتقتيش دوك آلاف الشباب اللي سد عليهم صاحبك الصفراوي في الطاحونة وعطيتيهم غير شوية من دوك الأسرار ديالك باش يزيد الانتشار ديالهم؟ أو لا يمكن انت كنتي عارف أن الميثود ديال صاحبك محروقة من 2017، العام اللي صاحبك الآخر الأشكر فر منها وهرب بجلدو؟ قلنا أسي عزيز، واش هادي خبرة ولا تجاهل متعمد؟ أستي محمد، أنا من المتابعين ديالك، وقريت مؤخرا واحد الجملة زوينة بزاف كتبتيها في البايو ديالك في انستغرام، جملة ملهمة وفيها بزاف د العبر. قلتي: رسلت حياتي بيدي ولا زلت أطارد أحلامي المجنونة. صراحة هذه جملة ديال الفنان، ديال واحد كيشوف الحياة بمنظور آخر. ولكن عندي غير واحد استفسار بسيط. هاد الأحلام المجنونة اللي كطاردها، واش هادوك آلاف الشباب اللي عطاوك فلوسهم، ثقتهم ووقتهم وخليتيهم كيدوروا في واحد الطاحونة خاوية، واش حتى هما جزء من هاد الأحلام المجنونة ديالك؟ واش الجنون ديالك هو أنك تشوف بنادم كيضيع 6 شهور من حياته في خدمة ما عندها معنى؟ واش من بين الأحلام ديالك أنك تشوف الناس كتسلف وتبيع ذهبها باش تبيع سراب انت اللي رسمتيه ليهم؟ بغيت غير نفهم، حنا كضحايا فين كنت موقعوا بالضبط في هاد اللوحة ديال أحلامك المجنونة؟ واش حنا هما دوك الألوان الزاهية ولا غير داك الكادر اللي شاد اللوحة باش ما تطيحش؟ الخلاصة للناس اللي غيحضروا اللايف: ما تمشيوش اللايف باش تفرغوا الغضب ديالكم، مشيو باش تفرشوا الحقائق. كل واحد فيكم عنده قصة، وكل قصة هي دليل. استعملوا هاد الأسئلة كنقاط انطلاق، وواجهوهم بكلامهم بتناقضاتهم وبالأدلة اللي عندنا كاملين. السي المقاول، التحدي ديالك وصلنا لمرحلته الأخيرة. الليلة ماشي الملامح اللي غتهضر، ولكن الحقائق هي اللي غتسطع. وخلينا نشوفوا إلى خبير الخوارزميات عنده شي خوارزمية باش يخرج من هاد المازق. كيفاش تحول من ضحية لشاهد حق؟ اللايف ديال 21 هو فرصة تاريخية، ماشي باش تسبوا ولا تغوتوا، ولكن باش تستعملوا الأسئلة الدقيقة والذكية كسلاح لكشف الحقيقة. خاصكم تدخلوا بنية: أنا ماشي ضحية باكية، أنا شاهد بالدليل. توجيهات عامة: القانون في صفك. القانون كيحميك ملي كتنتقد بناء على وقائع. الفصل 540 من القانون الجنائي كيعاقب على النصب باستعمال مناورات احتيالية. ملي كتسول على هاد المناورات بحال قصة بيتكين أو نسبة نجاح الكاذبة، انت كتسول على وقائع ماشي كتسب. الهدوء قوة، اللي كيغوت هو اللي ما عندوش الحجة. بقاو هادئين مركزين وخليو كلامكم وأدلتكم هي اللي تهضر. سؤال واحد جواب واحد، ما تخليوهمش يهربوا من السؤال بهضرة فلسفية. طرح السؤال وتسنى الجواب المباشر عليه. إلا هرب، عاود طرح نفس السؤال وقول ليه: اسمح لي، مازال ما جاوبتينيش على سؤالي. أسئلة قاضية موجهة لمحمد الصفراوي. أولا، سؤال كذبة بيتكين. السي محمد، في البودكاست قلتي شريتي موقع بيتكين ب54 ألف دولار. المالك الحقيقي ديال الموقع اللي عندنا محادثة موثقة معاه كيقول أنه عمرو باع الموقع وعمرو عرفك. كيفاش كتفسر هاد التناقض الصارخ؟ واش المالك الحقيقي كيكذب ولا القصة ديالك كانت من وحي الخيال؟ هنا ما عندوش فين يهرب. سؤال نسبة النجاح. السي محمد، في البودكاست مع المقاول
قلتي للمغاربة كاملين أن نسبة النجاح في البروجي ديالك هي 97% بعد الدورة الاستدراكية، ولكن في واحد الميتينغ داخلي فاش تزيرتي اعترفتي أن نسبة النجاح الحقيقية هي 1%. السؤال: شكون هو محمد الصفراوي؟ واش ديال 97% ولا ديال 1%؟ وأي نسبة فيهم هي اللي كتعتبرها نصب على الناس؟ سؤال البراندينغ ضد سبام. دخلنا معاك على أساس بلوغينغ براندينغ ومنافسة أماندا. في الواقع لقينا راسنا كنديرو سبام منظم وكنشوفو بالدومين. واش تقدر اليوم قدام كل شيء داس على أن سرقة تصاور، استعمال هوية الغير وخلق محتوى عشوائي هو بلوغينغ براندينغ؟ سؤال هويات المسروقة. كنتي كتنصحنا نستعملوا الوثائق المهملة ونديروا مسابقات وهمية باش نجمعوا بطاقات التعريف ديال الناس. هادشي سميتو انتحال الهوية ويعاقب عليه القانون. واش مازال كتنصح الشباب بهاد الممارسات الإجرامية؟ واش مستعد تحمل المسؤولية القانونية ديال أي شاب كبع نصائحك وحصل؟ أسئلة موجهة للمقاول إلا كان حاضر. سؤال العلم المسبق. أستي عزيز، في الفيديو ديالك قلتي ما كنتيش عارف هاد المجال، ولكن في البودكاست ديالك مع صاحبك لشكر ناقشتي معاه نفس الموديل بالتفصيل وعيوبه ومخاطره. علاش خبيتي هاد المعلومة على المتابعين ديالك وقدمتي لهم الموضوع على أنه اكتشاف جديد ومضمون؟ اعترفتي أن الصفراوي علمك بالآلاف ديال الناس اللي بغاو يدخلوا قبل ما يفتح الجروبات جديد. علاش في هذيك اللحظة كصانع محتوى مسؤول ما وقفتيش كلشي ودرتي تحقيق في المغالطات اللي كانت في البودكاست ديالك واخترتي أنك تسكت وتخلي آلاف الناس يطيحوا في الفخ؟